ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض اكلة سريعة وهي بتنجزني وبتنقذني بمعنى اصح. تعالوا نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا بتنجان رومي، معايا 2 حبتين من البتنجان الرومي، قطعتهم مكعبات وبعد كده حطيتهم في صينية فيها حبة من الزيت ومعلقتين من السمنة، وبدأت احمرهم لحد ما خدوا اللون ده معايا واستووا. بعد كده نزلت عليهم بقرنين من الفلفل و2 حبة من الطماطم متقطعين وفصين من الثوم. في نفس الصينية ركنت البتنجان كده على جنب شوية نزلت الفلفل والخضار وبدأ ياخد تشويحة هو كمان، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسمر وشوية بابريكا وحبة من الكمون وشوية من الكزبرة، بس مش اكتر من كده. وبعد كده هبدأ خلاص لقيت الخضار التاني دبل، وبعد كده حطيت معاه قلبت كله على بعضه اللي هو البتنجان وبقية الخضار. زي انتوا شايفين كده عمل صوص كده تقيل. وبعد كده هحط لهم نص كوبايه من الميه وهسيبهم ايه يعني حوالي بالظبط 3 دقايق يتبقبقوا مع بعض كده شويه. وحطيت عليهم ينفع لحد هنا وتقفي، لان انت بتحطيش البيض براحتك، بس انا حبيت ازود شويه يبقى دي ايه وجبه كامله بمعنى حطيت عليها بيض على حسب الكميه الافراد اللي عندك. حاولت اوزعهم ما اقلبهمش، يعني اوزعهم بس كده توزيعه بسيطه، ودي اختياري برضو، لو انت عايزه تحطي عندك جبنه تحطي، ما عندكيش مش مشكله عادي، يعني برضو طعمها حلو زي ما هي كده. والله جربوها ان شاء الله تعجبكم. والاكله بس بسيطه وكده خلاص استوت، بصوا بسيطه ازاي وسريعه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه، واشكركم جدا على المتابعه. السلام عليكم.